في حاجه حصلت ليه. حزقية جاله نبي الله وقال له اوصي بيتك انك تموت ولا تعيش. واخدين بالكم معايا؟ ما كانش عنده عيال في الوقت ده. لكن لما صلى حزقية وطلب وجه الرب، راح الرب اداله ولد، اداله اول عمر كام سنه؟ 15 سنه. وراح جاب في ال 15 سنه دول منسى. يبقى منسى ده جه ايه؟ جه في وقت اختبار عظيم جدا. واخدين بالكم معايا؟ فملك منسى كان سنه 13 سنه، يعني لما ملك منسى ملك جه في الوقت اللي ال 15 سنه اللي رب طول عمر فيه حزقية. لكن عمل ايه منسى؟ لما تقروا اللي عمله صعب جدا. اقروا معايا او قولوا معايا: عاف، تفاءل، سحر، سأل جان. معايا؟ مش كده وبس، مش عمل الحاجات دي، بدأ بص كمان ايه؟ عبر بنيه في النار. عارفين عبر بنيه في النار يعني ايه؟ يعني عمل عبادات وثنيه، اصعب عبادات وثنيه عملها. امين؟ لكن مش كده وبس، لكن ختمها بكلمه صعبه جدا جدا. عمل ده كله عارفين ليه؟ لإغاظة مين؟ مش مراته ولا ابوه ولا حد، لكن إغاظة مين؟ إغاظة الرب. ياه، لكن هل تتوقع ده بيحصل وخلاص؟ لا، الرب مش هيسكت على الموضوع ده. فايه اللي حصل في عدد نقول 10؟ وكلم الرب منسى وشعبه، قولوا معايا اسمع لكم، فلم يصموا. يعني عمل الشر ده ورب ما ضربوش على طول او جاب له مشكله على طول، ده كلمه مره واثنين وثلاثه، لكن لم يصموا. عدد 11: فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك اشور، فاخذوا، قولوا معايا كده، منسى بخزامه. عارفين الخزامه؟ الخزامه دي كانوا بيحطوها للخنزير. معايا؟ بمناخيره كده الخنزير. فعمل منسى اعتبروه خنزير وخدوه بخزامه زي كده بالظبط. يقول فاخذوا منسى بخزامه وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به الى بابل. العدد اللي بعده مين يقرا معايا؟ انا عايز اسمعها منكم. ولما تضايق طلب وجه الرب اله. بس كمل معايا. وتواضع جدا امام اله ابائه. العدد اللي بعده عايز اسمعها منكم. وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته، فعلم منسى أن الرب هو. يبقى أعمل إيه يا جسيس لو أنا السبب في الضيق اللي جه عليا؟ تعالوا نشوف كم حاجة من اللي احنا قريناها دول. أول حاجة يقول تواضع. أول حاجة إيه؟ ما تكبرش. بص على جنبك، بص على جنبك وقول له خلي بالك من 4 كلمات الجايين. أول كلمة إيه؟ تواضع. إحنا مرات كتيرة بنكابر. عارفين بنكابر يعني إيه؟ مش بنتضع. وبحاول أقنع نفسي تملي إن أنا إيه؟ صح. خدوا بالكم معايا، بيقنع نفسه ان هو صح. ومرات كتيره ما برضاش اعترف ان انا غلطان ابدا، وده بنشوفها في ابويا وابوك زمان. فاكرين مين ده؟ ادم. عارفين ادم؟ الرب قال له انت اكلت من الشجره؟ قال له مش انا، بس انا غصب عني، ده المراه. راح للمراه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو قال له ده ايه؟ تملي بنعمل ايه؟ تملي بنعمل ايه؟ قولوا معايا كده. ما بعترفش بالغلط اللي انا عملته وبنقل على اي سبب تاني. فالشيء الصعب جدا اللي احنا بنعدي فيه، من فضلك اول حاجه لو انت في ضيق انت السبب فيه، اول حاجه تواضع قدام الرب. لما تضايق طلب وجه الرب، اول كلمه نقولها تواضع. ماشي. الحاجه الثانيه طلب وجه الرب. مش هتواضع الندم واسكت، مش هتواضع اقول انا السبب واسكت، لكن الخطوه الثانيه مهمه جدا. قولوها معايا كده. طلب وجه الرب الهه. طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله ابيه، وبعدين عمل ايه؟ صلى.
في فرق بين الكلمتين دول، ركزوا معايا عشان كده مهم قوي. في فرق بين كلمة ضرب وجه الرب إله وصلى، في فرق بين الاثنين دول ولا هي نفس الكلمة؟ حد معايا؟ بصوا، كلمة طلب يعني أنا رب انقذني. كلمة طلب معناها بيقول له رب اتدخل. كلمة طلب معناها بيقول له أنا غلطان. لكن كلمة صلى وصل العلاقة كانت مكسورة. وصل إن هو عرف يتكلم معاه ويسمع صوته. على فكرة الصلاة مش طلبات. الصلاة مش طلبات، وليكن إن الطلبة مهمة جدا، لأن الكتاب المقدس قال كام كلمة برضه، قال إيه؟ قال اطلبني تطلبوني فتجدونني. اطلب مفيش مشكلة. ولما اتكلم على الصلاة فقال مثلا في 3 مستويات للصلاة. قال أول كلمة اطلبوا تجدوا، الكلمة الثانية اقرأوا يفتح لكم، الكلمة الثالثة اسألوا تعطوا، الكلمة اللي هي الثالثة اللي هي الكلمة الثالثة اقرأوا. الأولى اطلبوا، الكلمة الثانية اسألوا أو اسألوا اطلبوا اقرأوا، لو خدناهم بالترتيب. السؤال وبعدين الطلب وبعدين القرع. خلي بالكم القرع ده من ضمن يعني ده أكتر مستوى قوي جدا في الصلاة، لقدس أقداس الصلاة. معناه إن أنا بقتحم، هي القرع إن أنا بقتحم المكان، بقتحم الحضور. أنا وبتكلم مع الرب مش بقول له. وصلت المرحلة في الصلاة إن أنا بقتحم. ده في الأخ أعتقد عادل عبد السيد قال الكلمة دي، ودي موجودة في الكتاب يعني. لما يقول الصديق اللي جاله جاره عشان يطردوا، جاله ضيف فعايز منه يطردوا رغيف، فبيقول الكتاب قعد يخبط عليه ويلح. عارفين الراجل عمل ايه؟ قال انا هفتح لاجل ايه؟ لجاجتي. تتوقعوا اللي معاه كتاب مشوهد، بس ما تزعلوش، اللي معاه كتاب مشوهد لجاجتي عليها رقم 3. رقم 3 بصوا تحت في كتاب المشوهد هيقول لك ايه معنى الكلمه دي او ايه الاصل بتاعها يعني. قال لاجل وقاحته. كلمه وقاحتي مش كلمه وحشه يعني، بس في الصلاه بقى ايه الحته دي؟ معناه انك انت غالي عليا قوي، فانا هاخد يعني هاخد.